هم ناس دينهم ختم وخاتم وسبحة ولحية، هو هذا الدين. حينما جاءوا للحكم والملك وين الدين؟ شوفين اياه. اللي يبوق متدين، واللي ينافق متدين، واللي يكذب متدين، واللي يخطأ بحق الآخرين متدين. إذن ليس للدين في نفوسهم مكان. كان بعض السياسيين العراقيين اللي متواجدين إسلاميين، إذا يريد يلتقي بعلماني معارض ما يلتقي به بالعلم، لأن يحترق فورا. ولكن حينما انتهت الحرب العراقية الإيرانية، نفس القادة اللي كانوا يحرمون على غيرهم أن يلتقون مع المعارضة العلمانية صاروا هم يلتقون. نفس المعارضة اللي كانت تقول حرام تروحون لسوريا لأن سوريا هم حزب بعث حالهم حال صدام، بالتأكيد صاروا هم يلتقون في سوريا، بل بدعم حزب البعث العراقي المعارض. نصبوا على الحكام، ومن صارهم قسم منهم صار رئيس وزراء. كان جواز السوري يستلمه من حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق، واضح؟ مو من الحكومة السورية. أول مرة يلتقون الإسلاميين مع العلمانيين. طيب. في اجتماع اسمه الميثاق. كانوا يريدون يجتمعون إسلاميين وعلمانيين وأكراد. يصدرون شيء اسمه الميثاق. طيب. الاجتماع كان بمقر حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق. والميثاق الذي وقع عليه المجلس وحزب الدعوة ومسعود البرزاني وجلال الطلباني وقع في نفس المكان. هؤلاء شلة منافقين يكذبون على الناس وعلى الله، ولذلك وصلنا لهذه النتيجة. لا يملكون ثقافة بناء الدولة، يمتلكون إرادة تقاسم السلطة. الشيعة يتولون الشيعة والسنة يتولون السنة، لأنه ما في قائد يستوعب السنة والشيعة والكرد فتقاسموها. كل رؤساء الكتل بمن فيهم المعارضون والحاكمون هم شركاء بالفشل، ماكو واحد أفضل من الثاني. هم مسؤولين عن أن الناس بدأت تقول الله يسود وجهكم بيضت وجه صدام حسين.